طب ايه بقى هو الانترنت المظلم ده اللي هو الدارك ويب؟ بيشتغل ازاي؟ اول حاجه خلينا نوضح ان في فرق بين الديب ويب والدارك ويب. الانترنت اللي احنا بنستخدمه كل يوم زي جوجل ويوتيوب وفيسبوك والمواقع الاخباريه اللي احنا بنشوفها هو بس 4% من حجم الانترنت الكلي. ايه بقى ده؟ اسمه الانترنت العميق، الديب ويب، وده جزء كبير من الانترنت مش بنقدر نوصل له بمحركات البحث العاديه. وبالمناسبه ده شيء شرعي ومفيد جدا، مش حاجه تخوف يعني، بس هو لازم يكون بعيد عن العلن عشان خصوصيه البيانات، زي خدمات البريد الالكتروني، البنوك، المواقع الماليه، حسابات العملاء والمعاملات الماليه. في كمان مكتبات اكاديميه وابحاث علميه، والطلاب والباحثين بيقدروا يوصلوا لها بيوزر خاص بيهم. ده غير المستشفيات اللي بتحفظ السجلات الطبيه بتاعتها. كمان الحكومات بتحفظ سجلات ومشاريع حساسه على الديب ويب علشان بتحميها. بالرغم ان الديب ويب ليه استخدامات مفيده، الا ان عمقه وخصوصيته بيشجع كتير من الناس انها تستخدمه في حاجات غير قانونيه. ودي مش ناس عاديه، دي بتبقى منظمات كبيره سريه معاها تمويل كبير تستغل جزء صغير من الديب ويب ده. وده بقى اللي اسمه الدارك ويب او الانترنت المظلم. ده بيحتاج برامج متخصصه زي متصفح اسمه تور عشان تقدر تخش له، والمواقع اللي عليه مش بتنتهي بدوت كوم او دوت نت زي ما احنا عارفين، لا بينتهي بحاجه اسمها دوت اونيون. طبعا ليه كلمات سر وطرق مش سهله عشان تقدر تستخدمه، والسريه دي بتخلي الدارك ويب يبقى ملجأ للمجرمين زي تجار المخدرات والاسلحه والاعضاء البشريه. يعني ممكن تلاقي موقع ماركت بليس عادي جدا زي امازون بيتباع عليه اعضاء بشريه او مخدرات.